لكل الضيوف الأعزاء ولكل السادة المشاهدين المحترمين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل الى ملعب سان سيرو، اي سي ميلانو الانتر في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا للموسم الرياضي 2022 و2023. على فكره لاول مره في تاريخ كره القدم الاوروبيه نشيد الشامبيونز ليج عزف هنا لاول مره سنه 1993 في مواجهه الميلان وكذلك بورتو، عندما تحولت المنافسه من كاس اوروبا للانديه البطله الى دوري الابطال. ارقام كثيره رهيبه ساذكرها اثناء هذا الوصف بعد ذكر تشكيلتي الفريقين، مع الانتر الذي يلعب اليوم باندري اونانا في حراسه المرمى، اتشيربي دارميان وباستوني ثلاثي خط وسط الدفاع. عوده على نفس الملعب جوزيبي ميا ارجنتين، الكره على جهتها اليمنى في البدايه هذه مع عناصر الانتر، يرسل الكره بعيده، كل يتساءل كيف حذر شديد في بدايه هذه المباراه من كلا الجانبين. يبحث مباشرة عن سالي مايكيرز يلعب الدوري الأوروبي لأنه متأهل للدور النصف النهائي. عن لوتارو، كرة مرفوعة بالراس، جول جاكا جول يفعلها جاكا يهز الشباك، يسجل أول أهداف المباراة. زانيتي سعيد في المدرجات، الانتريستا كلهم سعداء. لا يغرنكم هذا السيناريو لأنه العجب يحدث عادة في دربيات إيطاليا. يا جانانوغلو جول. ما هذا العجب، ما هذا السيناريو، ما هذا الانتر يا سلام. أين هو الميلان وأين هو الحارس مانيو؟ جاءكم من هنا. تعثر وأصيب اسماعيل بن ناصر، الركنية تنفذ من تونالي بعيدة في القائمة التالية، الحكم يقول لا ليس هناك أي شيء. العب مرة ثانية مخيطول. اول تغيير يخرج اسماعيل بن ناصر، نيور ميسياس تونالي قوم يقول لك الحكم ليس هناك خطا. تفوق بهدفين مقابل 0 في سيناريو ولا في الاحلام. جيكو كرة جيكو بعيد، واو عملوه ساندويتش بين الاثنين. ابراهيم جيرو ابراهيم، التغطية الدفاعية 20 سنة ولكن قصير عليه، وضعية التسلل واضحة هنا. يا لياو حرمتنا من مهاراتك وفنياتك ودخلاتك وطلعات. ميسياس على العرضية، كالابريا بها 7 مرات. لوتارو مارتينيز، كارثة أخرى. لوتارو نو 2009 في النصف النهائي. هنا ليس هناك ركلة جزاء، نو بينالتي. صار من هنالك لدي ماركو تسديدة من دي ماركو ولوتارو. البلجيكي يرفع كرة بعيدة، تغطية دفاعية، وكالابريا في التغطية، يا كالابريا. سانسيرو هنا التقوا بأن اسماعيل بن ناصر خرج متأثر بالإصابة. عودة جيرو كان مرفوعة بشكل رائع، والدفاع كرونيتش تيو يرفع كرة الرصيد. موجودين في المدرجات وفي المنصة الشرفية ميسياس وجيرو باريلا، والانطلاقة من هنالك من ابراهيم دياز، والتغطية الدفاعية الرائعة. سالي ماكيرز جعل مخيطاريان في الوسط، فوق عليه ابراهيم دياز. مخيطاريان وابراهيم لمسة يد من مخيطاريان بالمرفق. ممكن لما تشوف زلطان هادئ تفهم بانه فهم السيناريو. سالي ماكيرز خطيرة الكرة، باريلا ميسياس عرضية ولكن بعيدة. هدفان ل0. أعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد سيمون كير كرونيتش والكرة بعيدة في القائمة الثانية. ميسياس تونالي، تيو هرنانديز يرفع الكرة بعيدة كثير، كاد يلحق عليها ميسياس. ابراهيم دياز، تسديدة ابراهيم دياز خرجت على يمين اندري اونانا. ميسياس كير باريلا جول متسع من المكان، بينية خطيرة يا جيكو. خروج رائع من ومرفوع الكرة من مخيطاريان. جيكي ممتازة، يراوغ يوزع كرة في القائمة الثانية وسهلة الكرة هذه. كرونيتش ياخذ مكان مخيطاريان. دونالي وجول. القائمة الأيمن سانسيرو جوزيبي ميازا يبقى هو. الكرة ملعوبة أرضية والدفاع
اليمنى، تسديدة ميسياس ماليك. مورينال البطاقة الصفراء على هذا التدخل من أمام، ويدخل في مكانه روميلو لوكاكو. تيو 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 لوكاكو في التوزيعة هايلة. الثالث ولا مرة وصل الإيدو، يرفع ركنية في القائمة الثانية. مرحبا بكم. هناك العديد من الأشياء التي تمنع الجماهير من اصطحابها إلى ملاعب كرة القدم، وهناك أشياء تطالب العديد من الجهات بمنعها في المستقبل القريب. وفي هذه الحلقة ستتعرفون على أغرب أشياء من المفترض أن يتم حظرها في ملاعب كرة القدم قريبا. لكن من المفترض أن يتم منع الموز في الملاعب بسبب الضرر النفسي الذي يمكن أن يسببه للاعبين أصحاب البشرة السوداء. فقد شهدت الملاعب العديد من الحالات التي تم فيها استخدام الموز لتوجيه إهانات لأولئك اللاعبين. صحيح أن بعض اللاعبين يتعاملون مع تلك المواقف بحزم تماما، كما فعل داني ألفيش حين رمت الجماهير نحوه موزة فقام بأكلها قبل تنفيذ الضربة الركنية، لكن لاعبين آخرين يتأثرون نفسيا بمثل هذه المواقف العنصرية والغير أخلاقية، ولذلك فإن حظر الموز في الملاعب سيكون قرارا جيدا. رابعا، أشعة الليزر. إذا كنتم قد شاهدتم مباراتي الذهاب والإياب بين منتخبي مصر والسنغال ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم فأنتم تعرفون عما نتحدث. استخدم المشجعون المصريون أشعة الليزر ضد لاعبي منتخب السنغال في مباراة الذهاب بمصر، فقررت جماهير السنغال الانتقام خلال مباراة العودة، وتم توجيه أشعة الليزر نحو أعين اللاعبين في لحظات مهمة وحاسمة، أبرزها ركلات الجزاء التي حسمت التأهل لصالح منتخب السنغال. وعلى الرغم من أن ما فعله مشجعو منتخب السنغال كان عادلا، لكون الجماهير المصرية أيضا قامت بنفس التصرف في مباراة الذهاب، ألا أن ذلك ما كان يجب أن يحدث على الإطلاق. كما أن تلك لم تكن المرة الأولى، فقد حدث نفس الشيء حين وجهت الجماهير الإنجليزية أشعة الليزر نحو الحارس شمايكل أثناء محاولته التصدي لركلة جزاء، والتي نفذها هاري كين في نصف نهائي بطولة اليورو العام الماضي. وحدث نفس الشيء مع حارس منتخب روسيا خلال بطولة كأس العالم 2014. والجدير بالذكر هو أن أشعة الليزر ممنوعة بالفعل من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن اللوائح القانونية ليست صارمة بما يكفي، ولذلك ما زالت الجماهير تستخدمها لغاية اليوم. الحل الأمثل للتخلص من هذه الظاهرة هو فرض عقوبات صارمة على الجماهير التي تستعمل أشعة الليزر ضد اللاعبين، وذلك لجعلهم عبرة للآخرين. خامسا، كرات التنس. هذه الكرات هي الأقل ضررا في قائمة اليوم، حيث لا يتم استعمالها للإضرار باللاعبين، بل أنها تستعمل لتأخير المباريات فقط. يعتمد المشجعون على كرات التنس لتنظيم الاحتجاجات ضد بعض الظروف والقرارات التي تتخذها الإدارة، لكن هذه الطريقة قد تعرض الفريق لبعض العقوبات، وذلك ما يدفعنا للاعتقاد أن كرات التنس أيضا يجب أن يتم حظرها داخل ملاعب كرة القدم. هذا كل ما لدينا اليوم. شاركونا برأيكم. إذا كانت هناك أشياء أخرى ترون أنه من الواجب حظرها في الملاعب فأخبرونا بها من خلال التعليقات. نراكم في حلقة أخرى.